السلام عليكم صحباتي العزاز، كي بقيتوا لاباس عليكم؟ شويه نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. المهم كي كتشوفوا هذا النهار غنصاوب معكم الفقاص. كما شفتوا راني انا ما كنقطعش اللوز، صافي كنرطبو بشويه، يا اما نرطبوه بالماء او لا. المهم انا درت له هنايا مزهر، رطبته شويه وخليته على جنب حتى يرطب. هنا كي كتشوفوا راني كنخلط البيض. عندي 6 البيضات، عندي زلافه الزيت، زلافه ديال سنيده، فانيلا. هادشي كامل غادي نخلطه في الخلاط الكهربائي. ديك البيضه خليتها باش ندهن. هانتوما كما كتشوفوا غير السوائل هما اللي خلطت. النواشف خليتهم على جنب. عندي مزهر، وعندي اللوز كي قلت لكم رطبته في شويه ديال المزهر. عندي الزلجلان، عندي النافع، عندي خماره وحده، بيض باش غادي ندهن ان شاء الله الفقاص ديالي. غادي نبداو على بركه الله. الخليط ديالي شوفوا كيرجع زعما الصراحه الله كيجي فن، وكيجي هذا الفقاص غزال، وما كت ما كتحيدوش كاع الكسور نهائيا. المهم هانتوما غادي ندير دابا الزلجلان، النافع، اللوز، غنخلط نجانس هادشي مزيان. غندير شويه ديال المزهر، هانتوما كي كتشوفوا. غنبدا ان شاء الله ندير الطحين، كيجي ساهل. انا والله فاش كنبغي نصاوبو كنطحن داك النواشي داكشي السوائل صافي، وكنخليه على جنب حتى كنمشي نقضي شغلي وندير داكشي اللي بغيت، عاد كنجي ونصاوب الفقاص ديالي. كيبقى لي نزيد غير النواشف والطحين كما كتشوفوا. المهم غندخل الطحين انا الصراحه الله. المهم هذا المقدار هذا اللي درت ما كيديليش، نقولوا كيلو قل ربع. كندير كيلو كي هذا ويني. دابا راني ما عبرتش على حساب عندي الطحين بزايد في الدار، ما عبرتش غير كنهزو وندير. دابا غادي ندير الخماره. بعد ما العجينه ديالنا تجمعات، هانتوما طريه جايه. دابا غادي نبدا ان شاء الله غادي نقسمها على 4. هانتوما كي كتشوفوا صافي، وغادي نحرب لها حريبلات. انا درتهم غير صغيورين على حساب راكم عارفين مازال غادي تنفخ. انا كيعجبوني فقاس مع غير ديال العيد ديال الدار وصافي، ماشي زعما الفرح باش غادي نديرو الفقاس الكبير. هانتوما كي كتشوفوا كيجي غزال واحد المذاق فيه ما نقول لكمش. صافي بعد ما حربلتهم وساليتهم كيجيونا على هذا الشكل هذا. صافي كنجيب الابره وكنثقب بها الفقاس ديالي كامله هو. هانتوما باش ما كيتنفخ لنا ويطرطق. وغادي ندير شويه ديال نيسكافي مع بيضه صافي، ونجيب المهم اللي بغى يدير هاد المرحله يديرها. المهم كنزوقو شي شويه بالفرشيطه. كيجينا على هاد الشكل. دابا ندخلوه للفران. الفران كيكون مهيل. هانتوما شفتو كيتنفخ صافي. انا كيعجبني على هاد الشكل، كيعجبني داكشي صغيور كيجي زوين. المهم دابا ان شاء الله غنبدا نقطع فيه. بعد ما درت الشطيطه فزقت منديل، فزقته المهم مزيان وعصرته وخليته عليها. هنا راني كنت صوبتهم في العشيه، ولكن حتى ل 12 الليل راني عاد كنقطعو. هانتوما كي كتشوفوا الفقاس ديالنا ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه، كيجي غزال. واللوز دغيا دغيا كيتقطع معنا بالموس على حسب فازق بمزهر عفوا. كي كتشوفوا الفقاس ديالنا حاولوا وجد حمرته جا على هذا الشكل هذا. ندوزو نصوبوا الهلال ديالنا. غنحتاج بيضه، غادي نحتاج هنا 2 خمارات، غنحتاج فانيلا، زبده ريطه، غادي نحتاج كاس ديال رايبي. اللي ما عندوش رايبي كيدير غير كاس د الماء عادي. هنا راه عندي مخلط هنا عندي شويه، كان عندي شويه ديال النوا وشويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز. المهم طحنت كلشي. عندي كاس ديال السكر كلاصي، عندي كاس ديال الزيت.
غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالزبده هي الاولى. عندي هنا راه عندي قاصحه ما جبتها من الثلاجه، راه بزز باش طلقات ليا. المهم هانتوما كي كتشوفوا غادي نطلقها مع داك السكر كلاصي مزيان، غادي هذا حتى تولي ليا كريمه كي كتشوفوا. غنبقى هكا ندعك فيها مزيان صافي حتى تاخذ السخونيه من يدي وتذوب وتولي لي على شكل كريمه. هانتوما كي كتشوفوا راه بدات هنا كتلين، بدات كتطلق شويه. غادي نزيد الزيت، صافي غادي ندخل هاد الزيت مع الزبده والسكر كلاصي. هنا كندير رايبي. المهم اللي ما عندوش رايبي يعوضو بالماء ماشي مشكل. عادي هنا اول مره ما عرفت هاد الحلوه هذه، كنت مازال صغيره كانت كديرها جارتنا ايوا، وكانت كديرها بالماء ما كانش كدير رايبي. المهم تالي صافي وليت انا كنصوبها، بقيت كندير فيها داك الكاس ديال رايبي. صافي هنايا شللت داك رايبي بشويه ديال الماء، ونخلط هاد العناصر عاوتاني مزيان. الصراحه هاد الحلوه كتجي فنه عرفتو كتحمقني. فاش كنت صغيره وكانت كديرها جارتي، جارت ماما، كان ديك الساعه كنت انا مازال صغيره، كنت كنقول لها صافي فاش بقات كديرها انا كنقول لها الحلوه ديال المزاليط عرفتو بقات لي في الذهن ديالي. المهم كما شفتوا درت داك الكاس اللي قلت لكم مخلط ما بين النوا والكركاع وكاوكاو، وزدت معاهم ديك البيضه وغنخلط مزيان. عرفتو دابا مازال كتلقاني وتفكرني كتموت بالضحك، كتقول لي تعقلي لي كنتي مسميه لي حلوتي حلوه ديال المزاليط ماشي كنت مسميها كعبه غزال ديال المزاليط، حيت كتجي زعما بحال الكعبه ديال الغزال وهي ما فيهاش العقده، فيها زعما الطحين وهذا الشيء هذا. عرفتو دابا كتشوفني كتبقى تقول لي عقلتي شنو كنتي كتقولي لي. ومن هنا كنوجه لها التحيه كنسلم عليها من هنايا. المهم كنزيد فاني وجوج خمارات. ايوا صافي غادي نخلط هادشي مزيان مزيان صافي. وفي هاد المرحله هذه ان شاء الله غادي نزيد الطحين. المهم نصاوب العناصر كامله. هنا غادي نزيد الطحين. المهم هنا قلت لكم راني بلا عبار على حسب عندي الطحين بزايد، راني غير هذا. المهم على ما كتجمع لي العجينه ديالي، وهذه خصها تكون طريه ما تجيش قاصحه باش كتجي مقرمله وكتجي زويونه. المهم غنبقى ندير الطحين تدريجيا حتى تجمع لي العجينه ان شاء الله باذن الله كي كتشوفوا. هذه كتجي ساهله واقتصاديه وزوينه. انا كيتحمق الدراري كتعجبهم فاش كنديرها، والله ما كتبقى لي دغيا كيمشيو واخا الحاجه ديال الشكلاط كيمشيو لهادي عزيز عليهم الشكلاط ويني هذه كثر. صافي دابا راه بدات كتجمع ليا، نزيد غير شي شويه. ايوا كي كتشوفوا ها هي دابا بدات كتجمع ليا العجينه ديالي. المهم دابا غنزيد غير شي شويه ديال الطحين باش نجمع هاد العجينه هذه اللي بقات. صافي دابا غادي ندخل هاد الطحين هذا في العجينه. ايوا صافي كما كتشوفوا العجينه ديالنا هي وجدات، كتجي على هذا الشكل هذا طريه، كتجي فنه زوينه ودغيا كتشكل معانا. كنغطيها بلاستيكه صافي غادي نبدا نشكل فيها ان شاء الله بحول الله. هانتوما كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا بالشكل ديال. المهم كديروها حربول ديروها بحال الشكل ديال كعب غزال كعبه كتجي الصراحه الله زوينه فنه. صافي على هذا الشكل هذا وكنحط في اللاطه حتى كنسالي العجينه ديالي. ها نتوما ساهله دغيا دغيا.
هي الصراحه في هذا التشكيل هذا خصها العوين، خص اللي يعاون في التشكال الصراحه كتاخذ شويه ديال الوقت، ولكن في البلاصه ماشي شي حاجه صعيبه. اللي وصلت لهنايا ما تنساناش من البارطاج الفيديو الى عجبها، ولي لايك وكومونتير ومشاركه باش يوصلك اختي اي جديد ديالي. المهم كي كتشوفوا هاد اللاطه ديالي هي وجدات وخرجت لي كميه زوينه صراحه، الله كلينه تشبعنا. خرجت لي شي 2 باصل ونص من هادو. المهم الحليوه ديالي كما كتشوفوا كتجينا على هذا الشكل، كتجي غزاله وطريه. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. باي باي.